¿Cómo te chiami? Mi chiamo Vito Corleone. Vito Corleone. Ti pigliaste un nome di sto paese, eh? E tuo padre come si chiama? Io si chiama Antonio Mandolini. È più forte, non si sente un buono. Avvicina. اليوم غادي نرجعوا لواحد من أعظم الإنجازات السينما العالمية، فيلم العراب The Godfather. التحفة اللي خرجت للولود في عام 1972 تحت إخراج العبقري فرانسيس، ماشي غير فيلم ديال المافيا، ولكن العمل اللي غير نظرة العالم للسينما. الفيلم كيعاود على عائلة كورليوني وكيفاش هاد العائلة قدرت تسيطر على نيويورك في واحد الفترة حساسة من التاريخ. ولكن باش نخليكم تستمتعوا بالفيلم بلا ما نحرقوا لكم الأحداث، قررت هاد الحلقة نركزوا على شخصية واحدة اللي هي شخصية فيتو كورليوني. بلاص ما نسردو الفيلم من الاول للاخر، غنختاروا هاد الشخصية ونفككوها باش نفهموا شنو اللي كيخلي هاد الشخصية عايشة في ذكاء المشهد أكثر من نص قرن. غادي نشوفوا الدوافع ديالهم، القرارات اللي خداوها والتحولات النفسية اللي وقعت ليها، بعيدا على الجو ديال القتل والحروب. إلا كان مايكل هو الوجه ديال السلطة الباردة والمنطق المادي، فراه فيتو كورليوني هو الوجه ديال السلطة التقليدية اللي كتقوم على الهيبة وعلى التحكم. فيتو ما كانش كيحكم حيت عنده السلاح، كان كيحكم حيت عنده الكاريزما وعنده واحد النظام ديال القيم خاص به. هو راجل ديال العصر القديم، الرجل اللي كيعتبر بلي الصداقة هي العملة الحقيقية ماشي الفلوس. السر ديال فيتو كورليوني هو انه كان فاهم بلي باش تكون زعيم خاصك تكون خادم للناس ديالك. فيتو كان كيسمي راسو العراب، وهذا الاسم ماشي جاي من الفراغ، هو كيشوف راسو الاب لواحد العائله كبيره. فيتو كان كيخدم بواحد المبدا: انا كنقدم لك خدمه وانت كتسنى اللحظه اللي غادي نطلب منك فيها الرد. هذا المنطق ديال الرد الجميل هو اللي خلاه يبني امبراطوريه بكلمه واحده. وما كانش كيقتل الا للضروره القصوى وباش يحافظ على التوازن، بينما الجيل الجديد اللي جا من بعده ولا كيشوف القتل كأداة لحل السريع. فيتو كورليوني هو التجسيد ديال الراجل الحاكم في وسط عالم عامر بالروينه، وكيعرف بلي الهضره بزاف هي علامه ديال الضعف. داكشي علاش كتشوفو ديما كيتصرف بهدوء، كيتصنت اكثر ما كيهضر، كياخذ القرارات ديالو بكل بروده. هو كيعرف الناس، كيعرف شنو كيبغيو وشنو كيخافوا منه، وهادشي اللي خلاه يسيطر على كل شيء بلا ما يبان عليه انه كيجري ورا السلطه. ولكن المشكل ديال فيتو هو انه كان كيحاول يحمي ولادو من العالم ديالو، وفي نفس الوقت كان كيربيهم في داك العالم. كان كيحلم بمايكل يكون سيناتور، يكون بعيد على الخدمه، ولكن فاش لقى بلي هادشي مستحيل اضطر يورث ليه واحد خدمه ثقيله بزاف. فيتو كورليوني هو الاب اللي نجح في بناء الامبراطوريه، ولكن فشل في انه يمنع الامبراطوريه من انها تقتل الروح ديال العائله. فيتو كيبقى ديما هو نقطة المرجع. فاش كتشوف مايكل في آخر الفيلم كتقارنو ديما بفيتو، كتقول لراسك واش فيتو كان في بلاصة مايكل كان غادي يدير نفس القرارات، ولا كان عنده واحد الخطوط حمراء ما كيتخطاهاش. كورليوني كيمثل واحد العصر ذهبي ديال الإجرام المنظم اللي كان عنده الأخلاق ديال الوحوش. ولكن نتوما شنو بان ليكم في فيتو؟ واش هو فعلا زعيم حكيم، ولا هو مجرد واجهة لواحد النظام اللي كيبان محترم ولكن كيبقى في الاخير اجرام؟ هادشي اللي كيخلي The Godfather ماشي مجرد قصة مافيا، بل هي مراية كنشوف فيها الطموح، الخوف والحقيقة المرة ديال السلطة. فيتو كورليوني هو الدرس في الهدوء، في التخطيط، في فهم النفس البشرية، ولكن هو في نفس الوقت تحذير من ان الطرق السهلة للقمة غالبا ما كتكون هي الطريق اللي كتخلينا نعيشو في عزلة اختيارية. هاد الفيلم ماشي فيلم عادي في السينما. الا بغيتي تعرف علاش، خاصك تشوف السينما قبل 1972 وشنو ولات من بعد هاد الفيلم. خاصك تشوف The Godfather ما جاش باش يضيف القتال للتاريخ، جا باش يغير اللغة اللي كيهضر بها المخرجين والمنتجين.
قبل العراب كانت الافلام المافيا كتعامل كافلام درجة ثانية، افلام ديال العنف الرخيص وقصص سطحية. ولكن فرانسيس قلب الطبلة. اول تأثير دار هو انه انسل المجرمين، بدل ما نشوفوهم كوحوش كتمشي في الظلام شفتوهم كعائلة عندها طقوس، عندها اعياد وعندها مشاكل بيناتهم. التغيير في المنظور خلى المشاهد يحس بالتعاطف مع الشخصيات اللي في الحقيقة خاصنا نخافوا منها. هذه كانت ثورة في السيكولوجيا ديال التلقي السينمائي. من الناحية التقنية العراب هو اللي وضع القواعد ديال الواقعية المظلمة، المصور اللي تسمى امير الظلام، غير الطريقة باش كنستعملوا الاضاءة. ولاو المخرجين كيفهموا باللي الظل كيحكي قصة اكثر من الضوء. هاد الجمالية البصرية خلات الفيلم يبان كأنه لوحة فنية ماشي غير صور متحركة، وهادشي اللي خلى المخرجين من بعد يتأثروا به بزاف. اكثر من هادشي العراب هو اللي صنع مفهوم الفيلم الملحمي اللي كيتناول اجيال. بزاف ديال الافلام دابا بحال سلسلة افلام ابطال الخارقين ولا السلاسل الكبرى كيعتمدوا على الفورميلا ديال العراب، كيفاش كيبدا البطل بريء، كيفاش كيتغير من بعد سنين، كيفاش كيدفع الثمن ديال الخيار ديالو. العراب هو اللي علم هوليوود باللي الجمهور مستعد يتفرج في فيلم المدة ديالو 3 سوايع الا كانت القصة كتحفر في الاعماق ديال النفس البشرية. في الاخير واخا داز اكثر من نص قرن على الصدور ديال The Godfather، كيبقى ديما هو المقياس اللي كنقيسوا عليه اي فيلم جا من بعده في عالم الجريمة. وماشي غير قصة، هو درس في السينما وفي الاخراج وفي كيفاش تحول الجريمة لدراما انسانية كتعيش معانا. هادشي كيخلينا نطرحو سؤال صعيب اللي كيدير صداع بين عشاق السينما: واش The Godfather كيبقى فعلا هو احسن فيلم في تاريخ افلام المافيا بلا منازع، ولا كتشوفوا كاينين شحال اخرى قدروا يسرقوا هذا اللقب ويقدموا زاوية رؤية اعمق واكثر واقعية؟ الفيديو ديالنا غيسالي هنا. اللي كيبان ليه باللي كاين شي فيلم ولا شي سيري يستحق نهضروا عليه خليه ليا في التعليقات. نتشوفوا.